السلام عليكم الناس كلكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة معلومات بو. اليوم في الفيديو اليوم باش نشوفوا الانتدابات اللي صارت في الميركاتو الشتوي. خلينا نبداو بالصفقات اللي قام بهم الترجي. يوسف المساكني انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي العربي القطري. حمزة رفيعة لاعب وسط ميدان وصانع ألعاب قادم من ليتشي الإيطالي. محمد دراجر ظهير أيمن انتقال حر. الياس عرعار انتقال رسمي للترجي. معز الحجالي 5 صفقة للترجي في هذا الميركاتو الشتوي. والفريق الثاني باش يكون النجم الرياضي الساحلي انتدب 2 لاعبين في هذا الميركاتو الشتوي، وهما أسامة عبيد ووجدي كشريمان. انتدب أحمد بسيطة إعارة من الترجي، ومالك الماهري. هذوما كانوا 2 لاعبين للمستقبل سليمان. والنادي الرياضي الصفاقسي لا توجد انتدابات ولا توجد أذى المغادرين. النادي كان ممنوع من الانتداب وما كانش عنده الحق ينتدب. والملعب التونسي انتداباته كانت ليفو تاب سوب، الانتداب الوحيد للملعب التونسي. انتدابات النجم المثلوي كانت شريف بوديان ورائد دع وحمزة المنصري وأحمد ياسين المشرقي. هما 4 انتدابات في النجم المثلوي في هذا الميركاتو الشتوي. والنادي البلزرتي انتداباته كانت انتداب وحيد يعني عمام. والأولمبي الباجي انتدب 2 انتدابات. محرز البراهمي ومحمد علي واتحاد من كردان كان عنده انتداب. حارس النجم الرياضي الساحلي وشبيبة القيروان كان عنده انتدابات. بنغولي سيسي وحمزة العقربي 2 انتدابات لشبيبة القيروان. والترجي الجرسيسي كان عنده 2 انتدابات أيضا. الانتداب الأول كان دافيد نيانا نخ ودانيال أونيموشار. ومستقبل كابز لا يوجد فيه أي انتداب. الاتحاد المنستيري لا توجد فيه أي انتدابات رسمي معلنة. هذا كل شيء الفيديونا لليوم في القناة. متنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك باش يوصلكم كل جديد، وباي باي.